السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ وحشتوني بجد بجد، وحشتوني جدا. معلش الفترة اللي فاتت دي كنت يعني تعبانة شوية، والحمد لله تعافيت وبقيت كويسة، ورجعت لكم تاني بقى بالفيديوهات الحلوة اللي انتوا بتحبوها. النهاردة انا هعمل، يا اما هعمل عقد، يا اما عقد واسورة. يعني لو الوقت كان قليل هعمل الاتنين، لو الوقت كتير انا هقسمهم على اتنين فيديو. انا هقول لكم على الماتيريال على طول. انا كنت عاملة خاتم وعاملة حلق بفص الالماظ اللي هو الازرق ده. وواحده حبيبتي كده من المتابعين طبعا، يعني احلى متابعين، طلبت مني ان انا اعمل الاسوره واعمل العقد بتاع الطقم. فانا فكرت يعني حتى فتره تعبي انا قلت لازم اعملهم بطريقه المبتدئ اللي مش بيعرف حاجه خالص يقدر ينفذهم، وفي نفس الوقت يبقوا زي الاكسسوارات اللي هي مشهوره قوي قوي قوي، والاكسسوارات العالميه. فانا انا الماتيريال بتاعي الالماظ اللي انتوا عارفينه، ومعايا الالماظ ده بيجي من حاره اليهود او من حاره المزين. معايا قفلين، قفل هيبقى للاسوره وقفل هيبقى للعقد. معايا طبعا الالماظ الازرق ده بيتباع بالواحده. انا شاريه الواحده الكبيره ب 3 جنيه والصغيره ب 2 ونص. ده بالواحده مش بالكيس يعني. معايا العده بتاع النحاس بتاعت اللي ثابته معايا على طول في الفيديوهات. معايا اللي هي السلك بقى الرفيع اللي انتوا عارفينه، ده نص ملي. هنبتدي باذن الله كده. هناخد من الالماظ 90 سم، 90 سم هقصه. و بسم الله الرحمن الرحيم. اهو قصيت انا 90 سم. انا هقصهم اتنين، بس هقصهم اتنين، واحده قصيره وواحده طويله كده. مثلا هتبقى القصيره شبرين، والطويله شبرين وخمسة سنتي. 5 سنتي يبقى شبرين. اكتبوا ورايا علشان ما تتوهوش. بس انا هقصها على كده اهي، عشان برضو اركب لها قفل ونطول ونقصر براحتنا. طيب هنعمل ايه بقى؟ ممكن اعمل واحده كده وواحده كده. هو انا مش عارفه الاتنين هما رقاق جدا، بس انا هعمل الصغيرين. هعمل ديت في الاسوره، هعمل الكبيره في الاسوره. طيب انا هعمل ايه بقى؟ انا هوصلهم ازاي؟ انا هاخد الصغيره، هقطع سلك وليكن مثلا الحته الطول ده، يعني قيمه مثلا 10 سنتي، 10 سنتي. وهقطع كمان قده اهو. هعمل ايه بقى؟ هقوم جايه هنا، اجي على اخر اتنين من السلسله، من الطرف، من اطراف السلسله، وهروح لفاه بالطريقه دي. انا عايزه الطرفين دول يبقوا بره. بصوا اهو. لفيت واحده وطلعتها على التانية، وهلف التانية واطلعها برضو على التانية. الاتنين طلعوا على نفس ايه، الالمازه الواحده. تمام اهي، اهي شايفين؟ انا مش عايزه الف السلك كله على دي، عشان عايزاها تبقى سهله كده، وتبقى كانها الالمازه ديت ملحومه فيها باللحمات طبيعي. فانا هقوم جايه كده. في الخرز دي بتتميز ان هي لها خرمين، خرم هنا وخرم فوق وخرم تحت في الناحيتين. فانا هجيبها من هنا، اطلعها من تحت. تمام. والناحيه التانية برضو خلي بالكم الظهر في الظهر. هجيبها من هنا واطلعها من تحت اهي.
ايوه. بصوا بقت كأنها وحدة متكاملة. انا لفيتها لفة بس علشان ابين الخرزة اللي تحت، الخرزة اللي في الطرف اهي. تمام، بقت كأنها ملحومة فيها. اشدهم قوي واقوم جايه هنا من الطرف، واقوم لفه على قد ما اقدر كده اهو. هقوم قصه حته منها كده، وهقوم تانية بقى الطرف ده اللي انا عملته هتنيه لجوه في قلب الالمظه نفسها اهي. في هنا فتحه اهي، هقوم مدخله الطرف ده في الفتحه دي اهو. بصوا ايوه. تمام. تمام اهي. ادي ناحيه. تمام. هعمل الناحيه التانية نفس الشكل. هاجي برضو هجيب برضو حته سلك من 3 سنتي اهو، وحته كمان برضو قدها. هاجي اقوم عامله حلقه، حلقه كده اهي، واقوم جايه على الطرف وهلف. اطلع واحده شمال وواحده يمين. تمام كده. احاول بقى ايه اقصها بعيد عن، تبقى لفوق، اقصها لفوق. وهاتني برضو الطرف اللي انا هقصه لجوه. تمام اهو، ولا بيخربش ولا اي حاجه. اجي بقى على السلكه التانية وهقوم جايه لضمه القفل اهو، وهقوم عامله كده ايه، عاملاه في حلقه يعني. وهقوم جايه نفس الكلام
كده يبقى انا خلصت الاسوره والسلسله بوقت بس قياسي، يعني ما خدش مني وقت وبطريقه سهله، وما خدتش مني شغل كتير ولا ماتيريال كتير ولا عده كتير. فانا عايزاكم تنفذوها وتعملوها. ان شاء الله هتطلعوا حاجات حلوه قوي. كده خلصت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.